فاكر آخر مرة صحيت فيها قبل الفجر؟ مش علشان شغل ولا مذاكرة ولا حتى خروجة، لكن علشان تكلم ربنا، علشان تكون من القليل جدا اللي ربنا قال عنهم: والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. قيام الليل مش بس صلاة، دي رسالة حب بتبعتها لربنا، بتقوله فيها: أنا على طريقك، أنا مش ناسيك، حتى وأنا تعبان، حتى وأنا محتاج النوم أنا جايلك وواقف بين إيديك. أنت عارف يعني إيه تبعت لربنا رسالة في عز الليل؟ يعني بتقول له: أنا مش لوحدي طول ما أنت معايا وطول ما أنا على طريقك. أيوة، قيام الليل تقيل مش سهل، بس بص كده على تأثيره. قلبك بيهدى، وخوفك من بكرة بيقل، وهمك بينكسر، ودعواتك بتستجاب من غير ما تحس، وتحس إنك متشاف ومسموع ومحبوب من ربنا. وده لأنك فتحت باب بينك وبين السما، باب ما بيتقفلش إلا بإيدك أنت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. مفيش حد كان بيحافظ على قيام الليل إلا واتغيرت حياته. ناس كتير كانت تايهة، قلبها مليان حزن ومش عارفة ليه، ولما بدأت قيام الليل اكتشفت إن كل ده كان علشان القرب من ربنا كان ناقص شوية. في سكينة في قيام الليل مش هتعرف طعمها غير في وقت السحر، اللي هو التلت الأخير من الليل، في الركعتين اللي محدش شايفك فيهم غير اللي خلقك. يعني متخيل لحظة سجود بالليل ممكن تغير حالك كله؟ كل حاجة نفسك فيها، كل وجع جواك، كل دمعة في عينك، قولها لربنا في سجدة في آخر الليل. الناس كلها نايمة والدنيا ساكتة، وانت واقف في هدوء الليل تقول: يا رب، ربنا مش هيخذلك أبدا. ربنا بينزل لسماء الدنيا كل ليلة في الثلث الأخير من الليل ويسأل: هل من داع فأستجيب له؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من سائل فأعطيه؟ إزاي نبقى عارفين إن ربنا بينزل للسماء الدنيا كل يوم ونكمل نوم؟ إزاي نضيع الفرصة دي؟ ده ربنا بنفسه بينادي علينا كل يوم وكل ليلة، بس إحنا اللي مشغولين. قيام الليل ده مش بس عبادة، دي طاقة، شحن يومي للقلب، تحس بعدها إنك مختلف، بتتحمل الضغوط وبتواجه الحياة بوش مبتسم، لأنك واثق إن ربنا معاك. وأكتر حاجة جميلة إنك مش لازم تقوم تصلي كتير، ابدأ حتى بركعتين بس بخشوع. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين. مش لازم تصلي بجزء ولا حتى ربع، اركع ركعتين بس بخشوع، ابكي فيهم وافتح قلبك، وانت هتشوف الفرق بعينك. والله الركعتين دول يقدروا يغيروا أيامك وعلاقتك وشغلك ونفسيتك وكل حاجة حواليك. بس جرب يوم واحد، صدقني هتدمن اللحظة دي. قيام الليل مش للناس الكويسة بس، قيام الليل هو اللي بيخلي الناس تبقى كويسة. لو انت بتغلط قوم صلي، لو قلبك بعيد قوم صلي، لو مش حاسس بروح العبادة قوم صلي، لو شايف نفسك مش قادر برضه تقوم تصلي. اللي بيخلي ربنا يحبك إنك تحاول، حتى لو بتقوم وتتعب وتنام وإنت بتتوضى، ربنا شايف تعبك وعارف نيتك، وبيجازي على القليل اللي طالع من قلبك. وصدقني، أجمل لحظة في حياتك هتكون أول دمعة تنزل منك في قيام الليل. وقتها هتفهم يعني إيه ربنا شفاك من همك ومن خوفك ومن نفسك، وهتعرف إن الراحة الحقيقية مش في إنك تنام مرتاح، الراحة الحقيقية في إنك تقوم مرتاح الضمير والقلب. ابدأ فورا، كل ليلة قبل ما تنام اظبط المنبه حتى ولو على ربع ساعة بس قبل الفجر، وقوم. حتى لو عينك مش شايفة قول الله أكبر وابدأ، وخلي قيام الليل بداية جديدة بينك وبين ربنا. وبص لنفسك بعدها وانت هتعرف إن قيام الليل مش عبادة عادية، ده مفتاح أبواب كتير كانت مقفولة.